الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم على الإذاعة الوطنية التونسية. هوانا عربي وهوانا اليوم مغاربي، بحكم أنه نحتفلوا بالأيام المغاربية 26 27 28 فيفري من كل سنة. سعداء أن نستقبل شاب مغربي تألق وخطف الأنظار بفنه بشكله بحركاته. عبد الفتاح القريني، مساء الورد. مساء النور. أهلا وسهلا بيك. ربي يخليك، اش اخبارك؟ الحمد لله، نسأل على اخبارك. اول مره في الاذاعه الوطنيه التونسيه. لي الشرف انه نكون معكم اليوم، و انت عارفين كاينه واحد العلاقه وطيده ما بين المغرب وتونس والشعب التونسي والشعب المغربي طبعا، فاكيد ضروري نكونوا موجودين معكم اكيد اليوم. يشرفنا برشا انك تحضر معنا. عبد الفتاح القريني من بين الاسماء كما سعد المجرد، حاتم عمور، احمد شوقي وغيرها. يعني فما طفره موسيقيه مغربيه اجتاحت الوطن العربي، وصلت للخليج، وانت الان في دبي. الله يخليكي، وموجودين دابا في دبي لانه عندنا الاغاني الجديده وعندنا الحفلات اللي عندنا الحمد لله، والمشاريع اللي كنقوموا بها مع شركه بلاتينوم. نبداو بالجديد اللي هو عجبك كده، يعني مازالت نيو 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 هذيا. يلا نزلت هذه 48 ساعه 24 ساعه تقريبا. اي جديد عبد الفتاح القريني، كلمات ملاك عادل، الحان مدين وتوزيع هادي شرارة. نعم. وجودك في دبي كان كذلك لإحياء حفلة اللي قامت بها بلاتينيوم ريكوردز بالشراكة مع جاكور في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وكانت بحضور عدد كبير برشا من النجوم، منهم عبد الفتاح القريني. كيفاش كانت السهرة هذيك عبد الفتاح؟ هذه الحفلة السنوية للبلاتينوم، هذه ثاني حفلة نديروها هذا العام، واكيد شرف لي لانه انا من اول احنا البومي كان اول البوم تنتجه الشركه، واول فنان تطلقوا في الساحه الفنيه العربيه. الحمد لله ابتدينا مع بعضياتنا وكملنا مع بعضياتنا. لو تروك سي كو سا في بليزير انه نشوف الشركه قدام عينيا كتكبر، والفنانين ديالنا وحتى الاعمال ديالنا كتكبر مع الوقت. شرف لي ان نكون اول فنان موجود مع شركه ومكملين الحمد لله. وعلى ما اعتقد انه الاعمال ديال الشركه وديال الفنانين اللي فيها كتكلم عليها، وكتكلم على التيم الجديد اللي موجود في بلاتينوم ريكوردز. ف يستناو منا ان شاء الله مفاجآت اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله المفاجآت نستناوها بكل حب. اكيد وصلتك الاولى في الحفله كانت مع جميله بنت بلادك ومع أسيل عمران. لقاء بمثل هذا الحجم يعني وهذا الكم الكبير من الفنانين وكل فيه أكثر من معنى أنه الشركة مهتمة جدا بالفنانين متاعها، وتسعى كذلك لمزيد انتشارهم على المستوى العربي. يعني نفهم من كلامك أنك سعيد بالتعامل مع بلاتينيوم ريكوردز. أكيد لأنه عندك الشركة كتعامل دابا مع فنانين كبار مثل أحلام وكاظم ساهر، كارول، ملحم زين، وحتى الشباب اللي هم أنا، جميلة، أسيل. في كتير تنوع ما بين حتى في الأفكار نفسها اللي ممكن نقدموها كل فنان، كشكل خاص بكل فنان، وحتى كشكل عام للشركة نفسها كلها، إن كان من ناحية المضمون اللي هو الأغاني أو من ناحية الحفلات اللي هي ممكن تتعمل من كان هنايا في دبي أو في غير دبي. لأنه لو بوت عندنا إنه إحنا يكون عندنا تواجد في كاع المنطقة العربية، ويتشرفنا إنه نكونوا في وقت معين أو في الأيام الجاية إن شاء الله نكونوا حتى في تونس، ويكون عندنا حفلات ويكون عندنا تواصل ما بيننا وما بين الجمهور التونسي. التواصل نحسه أكثر مع الجمهور الخليجي، معك أنت بالذات، والمصري، بالرغم من أنه كنا إحنا أولى بيك. راهو يا عبد الفتاح شو السر؟ بالعكس أنا على قلبي بحال العسل.
من اكثر الشعوب العربيه اللي غادي تلقاهم ذواقين وفنانين، ويمكن حتى الجمهور نفسه غادي تلقاه عنده ودن موسيقيه، وصعب صعب صعب انك ترضيه الا اذا كنت شي واحد مميز. فهذه هذه من اكثر الحاجات اللي ممكن نكون كنسعى لها، وكنحاول انه نوصل لها في وقت معين، انه يكون بيني وبين الجمهور التونسي تواصل، وبين يكون حفله ويكون تواجد على الساحه التونسيه، ولاش لا يكون حتى اعمال تونسيه مع الوقت، بالعكس لاش لا. تري بيان. عبد الفتاح، انا جديد الاغنيه هذه اللي نزلت الان، انا وصلتني ام بي 3 يعني مازالت ما تصورتش على الفيديو على طريقه الفيديو كليب. هل مبرمجه باش تتصور، والا فما بعض الاغاني اللي انت قاعده؟ التصوير نتاع الاغنيه جديده اصلا احنا صورناها على الحفله، فغيتخاد من الحفله ان شاء الله وغادي ينزل، وممكن يكون تصوير من بعد على طريقه الفيديو كليب. غير الحاجه اللي احنا متفقين مع الشركه انه يكون الشك فوا يكون أغنية جديدة أو يكون أوديو نازل للناس يكون متصور باش الناس تستمتع به، إن كان صورة أو صوت. أوكي، احنا حكينا على عجبك كده، يعني شنو رأيك نسمعوها ثم نواصلوا معاك اللقاء؟ نسمع مع بعضنا عجبك كده، آخر ما غنى عبد الفتاح القريني لأول مرة على الإذاعة الوطنية التونسية. كنا مع جديد عبد الفتاح القريني، عجبك كده يعني آخر ما غنى وقدم للجمهور بعد حفلة بلاتينيوم ريكوردز وجاكوار اللي كانت في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في ديستريكت 1 تحديدا، وكان حاضر فيها كاظم الساهر وأسيل عمران، وكانت موجودة العديد من الأسماء الأخرى اللي كانت حاضرة أثناء الحفل، كما أسماء المنور وكما غيرها وكثير من الفنانين. نرجع لك عبد الفتاح القريني، أنت الآن موجود في دبي، وموجود في نفس المكان اللي فيه جلال الحمداوي اللي هو من أهم الموزعين. هو معايا دابا، اتصلتي بينا واحنا خدامين يعني. انتم شغالين على الأغاني، وجات كريمة خرجتكم شوية من الشغل باش تقلقكم. على كل، جلال الحمداوي اختير هذه السنة كأفضل موزع حسب الاستفتاءات متاع المجلات المختصة، وهو صانع نجاح لمعلم وغيره من الفنانين. فما تعامل بينك وبينه عبد الفتاح؟ التعامل اللي ما بينه وما بين جلال يعني احنا تقابلنا تقريبا من هذه 4 سنين او عامين تقريبا، عامين تقريبا. وكنا كنتمنى انه يكون ما بيناتنا عمل، والحمد لله تحققت هذه الامنيه، وجيسبر انه هو يشوفوه الناس من خلال الاعمال اللي غادي تكون معايا ان شاء الله، لانه هم شافوه من خلال الاعمال مع فنانين كتار وكبار، وتبارك الله النجاحات ديالو يعني وصلت في كل المنطقه العربيه. فكنتمنى انه ان شاء الله الناس يتقبلوا مني ومنه الاعمال الجديده، لانه هو الشك كيدير حاجه كتكون مختلفه من فنان لاخر، وكيديرها بالطعم ديالو، وما كاينش احسن من احسن حد يقدر يعطيك معلومات عن جلال الحمداوي هو جلال الحمداوي طبعا نفسه. فلا غادي نعطيه لك دابا. يلا جلال الحمداوي الموزع المغربي، اهلا. السلام عليكم، مرحبا بك. يعيشك. يعيشك بزاف. انا تونس جيت لتونس ويعني درت برنامج تماك في تيلي، وعزيز علي النفس، وعندي اصدقاء تونسيين والحمد لله يعني. منهم عصام الشرايتي ولا؟ كفنان يا سلام، كفنان يعني كنسمع به، ولكن الفن ديالو سابق تبارك الله ما شاء الله. شكون اصدقائك في تونس من الفنانين جلال؟ والله ما عنديش اصدقاء فنانين، ولكن عندي ديفانس. انا موجود في بروكسل، وانا يعني كانني موزع وملحن وكاتب. انا مغني راي، كنغني الراي، وعندي يعني عندك لي فان نتاعك. عندي لي فانس في فرنسا وفي بلجيكا، ويعني تري بيان موجود، واسمك ما شاء الله عليه يعني الان اصبح يعني جلال الحمداوي من الفنانين يتعامل مع جلال الحمداوي يعني. كيفاش وصلت للي وصلت له جلال؟ كنت تتوقع؟ والله نبسط لك الفكرة، يعني هو الإنسان لما يخدم ويكون مجهود
مجهود، يعني مجهود ماشي يعني خدمه نهار ولا يومين ولا سنه ولا يعني. انا بديت في 94. يعني بديت صغير، يعني دخلت الميدان صغير وتلاقيت مع ناس وخدمت مع يعني نجوم كبار في المغرب. وبدات الامور يعني اول حاجه انا نبسط لك الامور ان انسان خاصو يدير ابديت، يعني يكون كل جيل وعنده موسيقته، كل جيل وعنده فنه، ولازم نحترم الجيل اللي قبلنا ونحترم الجيل ديال الوقت اللي كاين باش نقد يعني تكون لي استمراريه. بس المعادله صعبه، خاصه في مساله يعني ساعات تتهم اي موجه جديده بانها لم تحترم السابقين وقضت على الاغنيه واصاله الاغنيه. انت كيفاش عملت المعادله هذه جلال؟ لا والله انا الكلام ديال هو شوف، هو احنا نعمل موسيقى والفن ما عندوش يعني عصر. هو جاو ناس قبلنا شافوا الموسيقى بواحد الطريقه ديالهم، وحنا جينا نشوفوا الموسيقى بالطريقه ديالنا، وكل واحد عنده طريقه خاصه به. يعني انت الا جبتي فنان يعني قديم وعنده اصل، الا جبتها تلقاه عنده ايفون ولا تلقاه عنده اخر موديل سياره، مش يبقى عاد في التليفون القديم طبعا. فهمتي كيف؟ واضحه. يعني انا انسان منطقي في الموسيقى وفي تعاملي مع الاخرين، ونحاول انني نشوف الناس اش كتبغي في ستيل، ونحاول نبسط الامور باش كل شيء يفهم. وفي الاخير حنا نفرحوا الناس، ويعني ما بغيتش تكون يعني قضيه سياسيه ولا انا نقول لك الفن والعريق كل واحد عنده نظرته، عنده لون والاذواق لا تناقش. كاين اللي يحب البنان، كاين اللي يحب التفاح، كاين اللي يحب التوت. وما غاديش نقولوا التوت احسن من الفريز احسن ما ماشي هكا. وانت انت التوت او السوريز يعني في الاخير اللي حطيت على الموسيقى المغربيه وخليت الكل يحكي على الموسيقى. يعني السر في الأخير هو جلال الحمداوي فيما وصلته الأغنية المغربية والردوان وغيره. يعني جيل الحمد لله. هو كفاح، يعني باش نكونوا واقعيين. ضروري ان انسان يجرب حاجه ويجرب حاجه اخرى ويكون يتواصل مع الناس ويشوف الناس، يعني يكون متواصل، يكون بسيط مع الناس، ما يحاولش ان يعطيهم الحان اللي انت عارف الناس بسطاء كي يخدموا في النهار يمشيوا ويجوا عيانين. انت غادي تعطي له حاجه ثقيله يسمعها ما غاديش تدخلوا لعقله. يعني نحاولوا اننا نديروا موضوع، احنا ما كنديروش تفاهه ولا نديروا كلام يعني اي حاجه، ولكن نديروا حاجه اللي توافق يعني الانسان باش يفرح وصافي. هذا الشيء اللي نقدر نقول. تري بيان. باهي جلال، انا بعد باش نكمل معاك وبعد ترجع لي عبد الفتاح، ما تخليش يهرب. انا ما يهربش اي تري بيان. انا فرحانه برشا انكم اليوم معايا. يعني الحظ كان حليفي انه احنا نحتفل بالايام المغاربيه الاذاعيه التلفزيونيه في المغرب العربي، واثنين من اهم الموسيقيين واللي صنعوا مجد الاغنيه العربيه المغربيه الان معي على الهاتف. جلال، يعني في خضم اللي نعيشوا فيه وانت في دبي وتشوف الأغنية الخليجية وين وصلت والأغنية المغربية، يعني فماش نعرفش اسكم مركز على الخليج، تحبش أنك من بين الأسماء المغاربية مع شكون تحب تتعامل بخلاف من المغرب العربي؟ عندك اسم من تونس، من ليبيا، من موريتانيا. فما النية متاع أنك تحمل هم الأغنية المغاربية مش المغربية فقط؟ نعم. والله عندنا واحد الفن وعندنا واحد الموروث، واحد الموهبة، واللي يحب يشتغل معنا نشتغلوا معاه بروح ونوصلوا للناس الموسيقى ديالنا. هي الموسيقى ما عندهاش بلد. لا أنا بلا حدود. يعني انا اشتغل مع قور، يعني مع اوروبيين، موسيقى بعيده على العرب، وكنحس بالراحه. ومغدا يجيني شينوي ولا جابوني يقول لي باغي نتعامل معاك، نقول له مرحبا. موسيقى يعني نديروا الفن وما يكونش عنصريه. انا ما كنبغيش العنصريه في الفن. يعني من نمشي لتونس كنرتاح ونحس براسي تونسي. يعني شوف انا بتكلم معك تونسي، يعيشك ربي. يعيشك فهمتي. وهذا هو يعني الفن للجميع، لا للعنصريه للفن. لا للعنصريه. في اطار انه للجميع من غير حدود، شنو تقترح علينا نسمعوا من انتاجك انت اليوم في اللقاء هذا؟ شنو تحبني نسمعك؟ حاجه يعني عاملها انا اي عاملها انت.
وديروا انت معلم تاع انت معلم ومنك نتعلم. اوكي مشيت معاك. انت معلم، يعطيك صحة جلال. وبعد انت معلم نرجع لعبد الفتاح القريني اللي باش يحكي لنا على جديده مع جلال الحمداوي، على الاقل الموضوع. جلال نجم ناخذ منك الموضوع نتاع العمل ولا لسه؟ لا لسه الموضوع احنا نشوف افكار. يعني احنا تعملوا في العصف الذهني الان، تعملوا في العصف الذهني. تعملوا في العصف الذهني، قاعدين تفكروا يعني. لا احنا قاعدين نفكروا الناس، يعني نشوفوا حاجة تعجب الناس مش تعجبنا احنا. وحيث انت عارفة الفن عرض وطلب. ونحاولوا نفكروا شي حاجة اللي انت تشوفي الفنان عبد الفتاح القريني يعني فنان خاص عنده كاريزما خاصة. ضروري أنا نشوف حاجة اللي تعطي له الكاريزما ديالو، الشخصية ديالو. دونك لازم نهضر، يعني نتكلم بزاف ونهضروا على مواضيع وهذه والموسيقى سهل حالها. تري بيان. اوكي شكرا ليك جلال الحمداوي، الموزع رقم 1 نمبر 1 في الوطن العربي من خلال اخر الاستفتاءات المجلات المختصة في 2015. شكرا ليك. انت معلم وبعدين نرجعوا لعبد الفتاح القريني. شكرا. قريني ما جيتش لتونس قبل؟ لا جيت لتونس قبل. سياحة ولا عمل؟ لا بالعكس جيت زيارة، وكانت باش نقربوا الجمهور التونسي ونقدموا لهم الاغاني ديالنا ديك الساعه اللي كانت جديده. كان اخر البوم من تقريبا من 3 سنين. جيت النسمه لقناه نسمه ولا فين؟ جينا قناه نسمه وجينا لكاع البلايص اللي لكاع البلايص الكل. تري بيان. اوكي الخليج وحضورك في المشهد الاعلامي يعني حاضر. ليه انا معناتها تحس انه البوابه انفتحت لك للشهره العربيه المكان ذاك، معناتها مسيرتك كلها انقلبت راسا على عقب يعني. يمكن انا محظوظ انه الحمد لله لقيت ناس توقف بجنبي وتساعدني في تقديم اعمال، وفي انها تفتح لي وتنصحني بحاجات مزيانة تساعدني في المسيرة. بدأت من الأغاني اللي يمكن شهرت في مصر، في الخليج، في لبنان، في المغرب من بعد. لو تروك سكو أكيد الحياة اختلفت من ساعة ما دخلنا للساحة العربية، ولكن في نفس الوقت كيبقى عندك دايما ذاك الأمل أو الهاجس بأنك تقدم حاجة تخدم بها الأغنية المغربية والمغاربية. الحمد لله حاولنا نديروا هذه القضية في خلال الأعمال اللي فاتت، ودابا مع جلال ومع الستيل ديالو، الأغاني ديالو. جو بونس باللي الناس غادي تسمع حاجة مختلفة مني ومنه، لأنه هو ما كيعطيش نفس الخدمة لكل شخص. هو بالعكس كيعطي يمكن الأحسن ما عنده لكل شخص موجود، إلا أنه كيختار أنه يكون متميز مع أي فنان هو كيشتغل معه. يعني اللي داروا مع الفنانين الآخرين كيحاول يبدلوا من فنان لآخر، وكيحاول يرسم إلى حد ما كاركتير لنفس الشخصية، أو يحاول يغيرها بطريقة أنها تعجب الناس وتكون سهلة للوصول للناس بطريقة بسيطة. واضح. احنا لقاء هذا خاطف وسريع، ان شاء الله تكون عندنا لقاءات مباشرة سواء في دبي او في مصر. ان شاء الله نشوفوك مباشرة، نزيدوا نقربوا اكثر شخصية عبد الفتاح القريني. باش شنو عبد الفتاح يعني في ختام اللقاء متاعنا نحب نسمع صوتك باش تودنا يعني في اللقاء. نغنيو حاجة نقولوا الناس ديال تونس والجمهور التونسي تسناو منا الجديد، وان شاء الله تسناونا احنا شخصيا نكونوا موجودين عندكم ونتواصلوا معاهم. و جبوس لانه بحكم ان انا مغربي اكيد خاصني نغني شي حاجه اللي تكون تفكرنا، لانه احنا واخا بعد على البلاد مي كنقولوا بلادي يا زين البلدان، يا جنات على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف، ناسها نخوة وظرافة،
ناسها نخوة وظرافة وكرم شايعة معروف. شحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف. الإذاعة الوطنية التونسية.